السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال يا رب العالمين. خوتي كنا دائما كنتمناو هاد السنه ديال 2020 تخرج لنا بخير وعلى خير، وتكون النهايه ديال المسلسل ديال عادل الميلودي. هاد المسلسل هذا اللي دام اكثر من 16 شهر، واللي كانت النهايه ديالو كانت ان الميلودي خرج بريء من هاد التهمه هذه اللي كانت تلفقات ليه بالنسبه لعزيز. اما بالنسبه لامنيه، امنيه راها بنته واعترف بها خوتي. اما عزيز المهم كانت نهايته بانه ماشي ولد عادل الميلودي. من بعد اخوتي فاش كنا شفنا هاد النتيجه هذه ديال التحليله ديال لاديان، كان خرج عادل الميلودي وكنوجه واحد التهمه اللي كنوجهها لواحد السيد اللي هو محمد بوقطب. هذا السيد هذا اللي كيقولوا الناس وكيقول حتى هويا بانه مصور بالمدينه ديال قنيطره. عادل الميلودي كان خرج ووجه لي هاد التهمه هذه بالمشاركه ديال بنته، لانها بنته اللي كانت جات لعنده وكانت قالت ليه بان بوقطب هو اللي بين عزيز. بوقطب هو اللي كان جا عدل لينا الماريو. وكانت قالت على ان الام ديالها كانت صرحتها بزاف ديال الحقائق اللي كانت قالتها لها، بزاف ديال الاسرار اللي كانت قالتها لها، واللي كانت هي كتقول من بينهم راه قالت ليها شكون هو بين عزيز. وخرجوا كاملين هاد الناس هادو وكيقولوا على ان بوقطب هو بات عزيز. حنا خوتي ولينا شفنا هاد السيد هذا فاش كان خرج، هو خرج وكيقول على ان عزيز ما كتربطو ما بينه وبينه حتى شي علاقه ديال الابوه. هو فقط كان واحد الصديق لهاد الاسره هذه اللي كانت في الماضي، كانت اسره وكانت مجموعه. وكان كيقول على انه كان الصديق ديال عادل الميلودي، وكان كيمشي لعندهم للدار ما نكرش. هو قال على ان امنيه اللي عيطات عليه في ديك الوقيته اللي كانوا كيقولوا انه جا ركب ليهم الماريو او لا. مهم كان عدل لهم هذا الماريو هذا في شي وقت اللي كانوا باغيين يرحلوا فيه من ديك البلاصه اللي كانوا هما فيها. هما خوتي راه ما نكرش هذا السيد هذا وخرج بفيديوهات، وهو اليوم كيطلب باش حتى هو غادي يدير التحليله ديال لا دي ان مع عزيز. يدير هاد التحليله هادي باش يبرئ نفسه، لانه هو كيقول ما بينه وما بين ديك السيده سوى الخير والاحسان. هذيك السيده هي بالمثابه ديال الاخت ديالو. هو كان مجرد كان يوصل لها السخره، او ربما الوقت اللي كان عادل الميلودي كان هاملهم، ربما كان كيصرف عليهم، ربما كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما كيعرفها سوى الله سبحانه وتعالى. خوتي حنا من خلال القضيه ديال عادل الميلودي وداك الشيء اللي حنا كنا شايفينه كامل وديك التهمه اللي كانت موجهه ليه، الصراحه خوتي راه ما بقيناش كنثيقوا في شي وحده اللي غتخرج لينا وغتقول لك اودي خوتي ساعدوني، ها المشكل اللي عندي، ها المشكل اللي عندي. لاننا حنا تبعنا القضيه ديال الميلودي وعطيناه كما قال لها اكثر من اللازم. كنا كنتكلموا عليه وكنا كنهضروا وكنا كنوجهوا له رسائل اللي كنقول له دير غير التحليله ديال لا دي ان معاهم ونشوفوا واش هذوك الدراري ولادك او لا ماشي ولادك. في الوقت اللي الميلودي كان كيتهرب من هاد التحليله هذه. صراحه راه كان كيتهرب من هاد التحليله هذه، وحنا كنشوفوه الوقت اللي هو وافق على هاد التحليله هذه. فاش خرجات الكبيره وقالت لبنتها الاسرار ديالها، في ذاك الوقت اللي امنيه هزات ديك الاسرار ومشات بها لعند الاب ديالها، زادت اكدت ليه على ان عزيز راه ماشي ولده. وحنا خوتي كيف قلت لكم راه الباطل صعيب وصعيب بزاف. راه الانسان يدير راسو في بلاصه اي واحد منهم، باش يجي واحد ويحط عليك باطل ويقول لك هذاك الولد راه ولدك ولا ديك البنت راه بنتك وهي راه ما كتربطك بها حتى شي علاقه، راه قاصحه بزاف. او اللي يجي يكذب عليك شي كذبه اللي بحال هذا الشكل هكا راه ما يتقبلهاش العقل. وحنا كنشوفوا داكشي اللي عاشوا الميلودي
احنا كنشوفوا عاوتاني حتى هاد بوقطب هذا ولا كيعيش المشاكل في الدار ديالو، كيعيش المشاكل في الزنقه، داكشي كله اللي داز على الميلودي ها هو كيولي كيدوز على بوقطب. سنه 2020 مع الميلودي، وبدات البدايه ديال 2021 غادي تبدي مع هاد السيد هذا اللي مازال كيخرج وكيقول على ان عزيز راه ماشي ولده. إذا في نظركم سؤال كيتطرح: عزيز ولد من؟ شكون هو هذا الأب هذا ديال عزيز؟ علاش الكبيرة سكتات؟ ما خرجاتش وما تكلماتش؟ وبزاف ديال الناس اللي غادي يقولوا لي لا ما تقدرش تخرج، لا ما خصهاش تخرج، ما خصهاش تقدم اعتذار للميلودي، لا ما خصهاش تسلك حتى هذا بوقطب هذا من هذه الوحله اللي هو حاصل فيها. لا خوتي، كيف خرجات بوجهها مكشوف وقالت انا راه عادل هو الاب الحقيقي ديال عزيز وديال امنيه، خصها تقول الحقيقه الولد ديالها اللي ولا اليوم كنشوفوه كيطعن في القضاء، كيطعن في ديك الخبره الجينيه، وكيقول لك خصو يستانف. اذا غير هاد الكلمه ديال يستانف والخبره الجينيه خرجت، راه في حد ذاته راه طعن في القضاء، وقال ما عجبتوش هذيك النتيجه، اذا راه طعن في القضاء، اذا هو كيتهم هاد الناس هادو القضاء بالتزوير. فهاد الكلام هذا اللي هو كيقول من حقه انه يدير الاستئناف. حنا كنشوفوا الحق ديال الاستئناف كيكون في شي احكام اخرى، الحكم اللي كيكون بالغرامه الماليه، الحكم اللي كيكون بالحبس، هادو هما اللي كيستانفوا فيهم. اما فاش تخرج القضيه ديال الخبره الجينيه وتوصل حتى تخرج، راه هذيك هي الحقيقه. راه ما يمكنناش نتلاعبوا في القضاء بهذه المساله هذه، راه ما يمكنش. واش بغاو هاد الخبره الجينيه فين بغاو يوليو يديروها؟ فين بغى عزيز يولي يدير هاد الخبره الجينيه باش غتخرج له هو الصالح ديالو؟ لا خوتي. وحنا كيف كنشوفوا راه الكبيره اللي ولات صغيره اليوم ما بقاتش ديك الكبيره اللي الناس كانت كتحترمها، لان حنا كنشوفوها حطت باطل على الميلودي، وقالت على ان حتى عزيز راه الابن ديالو. وكنشوفوها في هذا الحكم هذا النهائي ما خرجاتش وما وضحاتش، اللي ما عرفناش واش من الريح داها واش من جهه راهي فيها، لاننا ما بقيناش كنشوفوها في القناه ديالها، ما بقاش كتخرج الوسائل ديال الاعلام اللي الله اعلم فين هي حاطه الرحال ديالها اليوم. وحنا كنشوفوا عاوتاني شخص اخر اللي كما نقولوا من جراء هذه المشاكل هذه كلها ديال الكبيره اللي ولا كياكل الدق، اللي هو هذا السيد هذا بوقطب، اللي تا هو ولا كيعيش المشاكل اللي عاشها عادل الميلودي هذه المده ديال 16 شهر ولا اكثر، اللي حتى هو ولا كيلقى مشاكل في الدار ديالو. وبطبيعه الحال خوتي غادي يلقى المشاكل. كيفاش هاد الناس هادو عايشين واحد العيشه هادئه حتى كيجيو ما بين عشيه وضحاها حتى كيلقاو في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وراه عزيز وولد بوقطب، ولادو كيسمعوا في هذا الشيء هذا، ولادو كيشوفوا في هذه المشاكل هذه كلها، راه بالسيف غادي تكون المشاكل. غتجي المراه ديالو اللي عايشه معاه سنين غادي تلقاه بانه راه هو الاب ديال متهم بهذه التهمه هذه، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي من هنا دائما كنطالبوا بالكبيره باش تقول لولدها الحقيقه وتنهي هذا المشكل هذا هنا وتسد. ملي غتقول له شكون هو باه ما يبقاوش ناس اخرين متهمين. ها حنا غنوليو نتبعوا عاوتاني قصه اخرى ونديروا مسلسل اخر ديال بوقطب مع عزيز، ونوليو نتكلموا عليه حتى يوصل للقضاء، حتى يوصل يدير تحليله ديال لا دي ان، وتولي تخرج له عاوتاني حتى هو سلبيه، تخرج للصالح ديال بوقطب ويصدق ماشي هو الاب الحقيقي ديال عزيز. اذا الكبيره هي اللي عارفه الحقيقه، هي اللي عارفه شكون هو بات عزيز، تخرج وتقول حتى الا ما خرجتش كما كنقولوا الاعلام، تخرج للولد ديالها وتمشي تطفي ديك النار اللي راها في الدار ديال بوقطب، المشاكل اللي عنده ما بين ولادو، ما بين نسابو، ما بين المراه ديالو، وما بين العائله. والشوهه هو دابا اللي يلبس هاد الشوهه هادي اللي قدام العالم كله، اللي كيف قال هو كان معروف في القنيطره، غير شي ناس اللي قلال اللي نقولوا حنا المدينه راها كبيره، الناس المعارف ديالو اللي كيعرفوه، حتى ولا بوقطب معروف عالميا، ولاو كيقولوا راه بوقطب هو الاب الحقيقي ديال عزيز.